نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. شكرا لك أيمن، والشكر موصول أيضا لكل ضيوفك المحترمين الذين كانوا معك على مدى ساعة ونصف قبل هذه المباراة. أسعد الله مساكم بكل خير مشاهدينا الأفاضل أينما كنتم، مرحبا أهلا وسهلا. نحييكم من ملعب استاد خليفة، هذا الذي يحمل دلالات ومعاني كبيرة جدا بالنسبة للقطريين وبالنسبة للكرة القطرية. واحد من المعاقل الكروية الأولى للكرة القطرية من سبعينيات القرن الماضي. احتضن أهم محطات الكرة، كأس الخليج، نهائيات كأس سمو الأمير، بالإضافة إلى الأسياد. هذا الملعب الذي تغير نمطه 3 مرات على مدى العقدين الماضيين ليصل ويشارك رفقة إخوان وأخواته من الملاعب الأخرى السبعة المهيئة لهذا المونديال. هذا أقدمهم، هذا أول من دشن بل أعيد ترميمه. كان لابد أن نبدأ من هنا لنتوقف عند استاد خليفة الذي يحتضن مواجهة إنجلترا أمام إيران، واحدة من المواجهات المرتقبة من عشاق الكرة. لما لها ولما عليها. المنتخب الإنجليزي اليوم ببيكفورد في حراسة المرمى، تريبيير مع لوك شو، ماغواير في وسطية الدفاع رفقة بوريغانجي وماجد انجليز. ماونت يرفع الكرة خطيرة، مرت سلامات. الحكم ماذا قال؟ الحكم ماذا قال؟ الحكم ماذا قال؟ قال لكم ضربة مرمى. البرازيلي رافائيل كلاوس طبعا في انتظار التقنية. ما زالت الخطوره. بيلينغهام من الاول، ساكا من الثاني، ساكا من الثالث. الكره لم تمر، الحكم يرجع ويصفر له خطا. البرازيلي رافائيل كراوس. ملعب أول كرة صعبة للإنجليز. من هنالك هاري ماغواير في القائمة الثاني. كرة كين على الجهة اليمنى طلبها في العمق، أسقط الجميع. هاري كين بلعبة مثل هذه اصطدم الجميع ببعضه البعض. هاي الكرة من هاري كين وهاي التوزيعة. اصطدم هنا ماجد حسيني بحارسه بيرنفارد في البداية هذا الشوط الأول من عمر المباراة، في أول لقطة وأول فرصة وأول كرة للاعبين الإنجليز. في هكذا كيفية كان في القائمة الثاني اللاعب رحيم ستيرلينج، وكان كذلك توقع. أوكي مش نتكلم على الإصابة بكل لاعب، كل حارس، كل واحد معرض للإصابة مهما كان، ولكن بالنسبة للاعب يلعب مونديال قد لا يتصور بأنه يصاب في مباراة مثل هذه أمام إنجلترا. ولكن هذه هي الكرة، بخش عرضية، تريبيير خرج الكرة من اليسرى، لوك شو، جاء ساكا. بيلينغهام، ساكا قد تكون، ساكا دخل، ضيعتها ساكا، تسترجع على الجهة اليسرى الكرة عن طريق اللاعب حسيني، والحكم يرجع ويصب. ديكلان رايس، لوك شو، خرجوا اللاعبين الإيرانيين. ديكلان رايس مرة ثانية، والبطاقة الصفراء الأولى، أول بطاقة صفراء في المباراة بعد 6 بطاقات منحها في تنفيذ الركنية خارج الرأسية. طريق اللاعب بوكايو ساكا بحثا عن جودي بيلينغهام. يا ماغواير ضربتها بالراس. ساكا أرضية يلعبها مع بوكايو. رائعة الكرة هذه الثلاثية. ميسن ماونت كادي، لوك شو على الجهة اليسرى، توزيعة خطيرة. جول. حتى في ضرباتك الراسية يجود بيلينغهام، وكأنه دار معها وبالروعة وبالأناقة وبالجمال، وكأنه لمسها براسه. هذه ليست ضربة راسية، بل هناك عناق رأسي للكرة. نعم هناك عناق رأسي للكرة لميسن ماونت. فاتوا ميسن ماونت الكرة هذه، راحت ضربة مرمى لصالح حسيني. هاي التوزيعة وهاي الرأسية وهاي الروعة. يزال هنالك على الجهة اليمنى محرم عرضية. ميسن ماونت، هاي الكرة رحيم. لا هي وصلته ولم يصل بوكايو، ويخطئ من أمام مجيد حسيني. ماغواير بالراس وبوكايو. جول.
يتفرج على كرة هوائية طالعة، يتفرج على ماغواير وهو يرتقي، يتفرج على بوكايو ساكا وهو يستلم، يتفرج على بوكايو ساكا وهو يسدد، يتفرج على الكرة وهي تدخل الشباك. اللاعبون الايرانيون يحتاجون كاين مازال كاين التوزيع با 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 جول. يا سلام على رحيم، رحيم لم يرحم ايران، يسجل الهدف الثالث في اللحظات الاخيره من عمر الشوط. هرب بيلينغهام وبيكام يصفق في المدرجات، هرب بيلينغهام ومرر لكين. المره الثانيه ميسن ماونت وساكا، وميسن ماونت وساكا، حسيني الراسيه والدفاع يخرجها. رجعت لاعب حاج صافي، عرضيه على الجهه اليمنى خطيره كرة شاهم باخش بعيدة تمام. بيير مرة ثانية في الخلف، ديكلان رايس، جون ستونز مع هاري ماغواير مباشرة للوك شو، ضرب في الدفاع. رجعته مرة أخرى يحاول يبحث عن هاري 1978 في الجول او الجول او الجول او الجول او الجول او الجول او الجول. بوكايو ساكا، صغيرهم سنا وكبيرهم عقلا وفنا وبراعة يفعلها بوكايو. كرة أخرى، روعة. بورالي جانجي جول في منتهى الروعة، لعبة في العمق. وجاء الهدف الأول لمنتخب إيران بعد 4 أهداف لمنتخب إنجلترا. لعبة ولا أروع في غفلة من دفاع المنتخب الإنجليزي. يتمكن المدافع المرتضى بورالي رانجيو يتمكن من إضافة من تسجيل، يدخل في مكانه راشفورد. جول راشفورد، جول 15 ثانية بعد دخوله، يهز الشباك ويسجل الهدف الخامس. ماركوس